ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من امبارح واحنا كلنا بنتابع الصفحات بعد برنامج ياسمين عز. ما بقاش الا ياسمين عز اللي تطلع تنتقد الفنان محمد صبحي. في ايه يا حبيبتي؟ في ايه يا ماما؟ مالك؟ ما تخليكي في اللي انتي بتعمليه، الفرعون الكبير الصغير والهبل اللي انتي بتطلعي تقوليه في البرنامج بتاعك. يعني انتي مذيعة اصلا قد كده، شغالة في قناة كبيرة، وبيدفع لك كتير، بس ملكيش برنامج واحد ولا رأي واحد نقدر نعتبره يتاخد بيه يعني. ده انت برنامجك، ده انت حتة مذيعة قد كده. وبعدين خلصنا من عمرو أديب اللي هو شغال بالمناسبة في نفس القناة، وبتموله نفس الجهة، بتدفع له مرتبه نفس الجهة بتاعت ياسمين، اللي هي بالمناسبة نفس الجهة اللي عاملة فيلم الست، اللي كل ده حصل عشان الفنان محمد صبحي قال رأيه في الفيلم. انتوا عملتوا فيلم واجتهدتوا فيه وعملتوا اللي يمليه عليه ضميركم، انتوا شايفين ده منظوركم الفني اللي عمل دوت وعملتوه. احنا ما عجبناش بنقول رأينا، وبعدين احنا كناس عادية مش عاجبنا. امال بقى الحد يعني الفنان محمد صبحي متخصص في المجال دوت وقال رأيه. وعلى فكرة رأيه منطقي جدا لما يجي يقول لك أم كلثوم شخصية عامة، وليها مواقف سياسية، وليها مواقف بتدعم الجيش المصري، وأغانيها عايشة سنين وسنين وتعتبر رمز من رموز مصر. يعني ده قال كلمة، قال اللي مشي في جنازتها أكتر من اللي مشي في جنازة عبد الناصر، يعني رمز يعني. عملتوا فيلم، طلعتوها بخيلة، طلعتوها بتشرب سجاير بطريقة غريبة وكأنها بتشرب دراجز، طلعتوها كانت عايزة تتحرر من العقال وبتتعامل أبوها بطريقة وحشة، طلعتوها بتعامل الفرقة الموسيقية بتاعتها بطريقة سيئة جدا. ما ذكرتوش مواقفها السياسية ولا دعمها للجيش المصري ولا الحفلات اللي كانت بتتعمل لدعم الجيش المصري، ولا آرائها في مجالات كتير جدا، ولا ذكرتوا تاريخها الفني وتحضيرها لأعمالها، منها أعمال ناجحة جدا ويعني وعلامة لحد وقتنا هذا. ولا الفنان رياض السنباطي اللي كان رفيق مشوارها الفني، ما ذكرتوش كل الكلام دوت. ذكرتوا حاجات يعني هو كلام واضح. قال حتى لو كان في جانب وحش انا ما اذكروش، ولو ذكرته اذكره بشكل سريع كده يعني. اركز على الجانب الايجابي واركز على الاعمال الفنيه واركز على الحاجه اللي تهم الناس، مش ابقى عامل فيلم عشان اشوه شخصيه معينه. وعلى فكره باين جدا التشويه لشخصيه معينه. كون بقى بتدافعوا عن منى زكي، اصل منى زكي اجتهدت، اصل منى زكي عملت اللي عليها. ماشي، انا معاكم في كل الكلام دوت، ولو انه يعني اسوأ اداء لمنى زكي هو اداء الشخصيه دي. أه بس ما حصلتش لي، ما وصلتش لياسمين عز. ياسمين عز اللي كل تاريخها بالنسبه لنا الفرعون الكبير الصغير، اعملي لجوزك قهوه، لما يقول، لما يزعق لك ويقول لك مش عارفه ايه، قولي له امرك وتجراس ايه ايه ده؟ ايه السفه ده؟ ايه السفه ده؟ عيب بقى، عيب. وبعدين الإعلامي الكبير آه، طلب يقول له انت عملت السواق مش عارفة ايه. ما كلنا يا جماعة بنتعصب وكلنا بنعمل. وبعدين هو يعني ما السواق ثبت ان هو كان قاعد وشايفه وقاعد بيشرب كوباية الشاي ومرضيش يقوم غير لما يخلص كوباية الشاي، وسايب الراجل ملطوع اللي لسه خارج من نعاية والصحفيين محاوطينه، وسابه قعد وطنش وبتاع. لما يجي يتعصب وقعد تلت ساعة يرن ومستني مش عارف حتى يخش عربيته ولا يمشي بيها، آه ما طبيعي انه يتعصب. انت دلوقتي لو انت مدير وموظف عندك ما عملش شغله وجيت لقيته مش موجود على مكتبه، اقل كلمة هتقوله طب ماشي سلم الورق اللي عندك وامشي. انتوا في ايه؟ ما بتتعصبوش؟ وبعدين راجل كبير خلقه ضيق، لسه خارج من مرض، وحقه، انا شايفه ان هو حقه. السواق ده المفروض بيبقى قاعد في العربيه، ما بيسيبش العربيه ويطلع يجري. تمام. فبقالنا يومين ما وراناش سيره غير الاعلاميين اللي بيهاجموه
والكلام الفاضي دوت كفاية كفاية، عيب عيب.